النهارده قررت اعمل لكم بلان كامله انك ازاي تجمعوا اي دبليو كوينز وبلان تشتروا اي دبليو كوينز. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تحطوا اللايك والسبسكرايب عشان تتفرجوا على فيديوهات اكتر من النوع ده. هاي بيوتيز، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا قلت النهارده بيوتيز دي هي كلمه جديده، وليتس جو. عايزه ابدا معاكم في البدايه. زي ما شايفين هنا طبعا في المستقبل هشتري واحده من الباقات دي. يعني انتوا فكروا كده شويه، ممكن اشتري انهي باقه من الحاجات اللي هنا، فاحسبكم تفكروا براحتكم. ان شاء الله قريب هعمل لكم، هنزل لكم فيديو شورت وانا بفتحهم واحده منهم يعني بصراحه. ففكروا ممكن اختار ايه، هل هختار. انا مش عايزه اعمل لكم تلميحات حاليا، فانا مش عايزه اطول عليكم عشان ما اكونش قاعده بقى طول. المهم هنبدا في البدايه في البيوت. لا سو ليتس جو. اول حاجه انا هكلمك، لو انت عيلتك 3 افراد لايك عيلتي، رايي ان انت تاخدي بيت جالاكسي. هو بيت خطير، والمطبخ بتاعه بقدر احطه على اي بيت تاني حتى لو مقاساته عاديه. تمام. أم فبنصحكم بيه. بيت بابل جلام اللي هو ورايا ده بحبه بس العائلات الكبيرة. اما البيت ده حلو لان هو ممكن يعني ايه، هو اوضتين بس، الاوضه التانية الاوضه الاولى كبيره قوي، فممكن نقسمها لاوضتين زي عادي زي ما انا ما بعمل دايما. ف هو ده، وكمان عجبني قوي. انا ان شاء الله من الباقات المستقبليه اللي هشتريها هي الباقه دي، لان بيجي معاها اساس بجد خطير قوي. ما تخيلتش في يوم من الايام، رغم اساسه قليل جدا وسعره ممكن يكون مبالغ بيه شويه على الاساس، لكن بجد بجد انا يعني حباه ومعجبني يعني بصراحه، وحابه اشتريه. طبعا طبعا هو مش بيغير المقاسات، لكن بس بيجيب لك الاساس. هو البيت مكان من غير اساس. بيت بتاع اللي هو القصر ده بصراحه الاساس بتاعه قديم قوي، وكمان يعني انت لو هتفتحيه بس عشان الاوض ممكن، فبنصحك شويه بان انت تشتري. لو هتشتري بس عشان الاوض وتعملي اساس مختلف ماشي، بس كاساس انا هختار البيت اللي هو النيت. تمام. وهو ده شكله طبعا. وفي البيت الاحمر برضو حلو وكبير، وفي شويه اماكن فيها اساس حلو. والبيت اصلا القصر اللي هو بتاع المدينه ده، القصر ده بحسه، او يعني الفيلا دي بحسها انه بس احلى حاجه فيها تقريبا الحته بتاعه الدريسنج روم. طيب بالنسبه للفيلا دي، انا مفيش حاجه احتجتها من الفيلا غير اوضه بتاعه الاطفال. تمام. والبول. واللي هي الاوضه بتاعه اللبس اللي كانت موجوده هناك اهي، دي اللي احتجتها، هي والتويلت. فبجد كانوا خطيرين جدا جدا. بيه معاها بقى الوان، لكن لو انا بحبش الالوان قوي الفاتحه دي، بحبها لو هعمل بيت مثلا او تحدي كده هحبها عادي، بس الباقي مش قوي. طيب البيت ده اوكي. اوكي هنا ده حلو، بس لو انتي في بالك حاجه عايزه تشتريها فتشتري من هنا كده حلو، وفيه اوضه اولاد كتيره. طيب بالنسبه للحاجات السبيشال كده احنا خلصنا بيوت. الحاجات السبيشال بقى بنصحك تشتري كخبره يعني. انا كريتور او عندي بعمل فيديوهات، فالباقة اللي انا قاعده وراها دي هي دي الباقة اللي ممكن يعني ادخل او مش ادخل جواها، يعني اشتريها في المستقبل. لكن الباقة اللي هي هنا دي اللي هي بتاعه المدرسه، تعالوا ندخل جواها اهي. انا ما جربتهمش الاتنين، لكن انا بتكلم كذوقك يعني. اي شكلها حلو، الاساس بتاعها حلو، الكرسي حلو قوي، وكل حاجات فيها شكلها خطير فعلا. تمام. لكن لو انت مهتمة اكتر بالاطفال والحاجات السمبل، انا مش مهتمة جدا، لكن الاساس بتاع البيبيز ده بجد بيبقى سو كيوت. انا هشتري اساس برضو للولاد، عشان لو هعمل مثلا اوضة ولد وكده يبقى عندي برضو اوبشنز. بالنسبة للفاشن، ننتقل على الفاشن للفاشن. بصوا انا هتكلم كفاشنز دلوقتي، مش هتكلم كاساس اكتر وكحاجات احلى وكده. هاجي عند دي اللي انا قاعدة وراها برضو، دي خطيرة، فيها عيون حلوة قوي، فيها بيجي معاها اساس كتير تحفة قوي. وغير كده بيجي معاها لبس تحفة جدا، وحاجاتها سبيشال كده وكيوت، وسعرها حلو على اللي هي بتقدمه يعني بصراحة، فانا حبيتها جدا وبنصحكم بيها. تمام. وهو ده شكلها. بالنسبة للبندل، فبص انا البندل دي يعني اشتريت كل واحدة فيهم لوحدها ما عدا العربية، رحت اشتريتها من هنا لانها كانت هتبقى ارخص. نروح بقى اوكي. دي برضو مش عارفه ليه مش حاطينها، دي حلوه قوي. بصوا تسريحات البنات والولاد حلوه، بس البنات من قدام شكلها خطير قوي، خصوصا اللي انا حطها على راسي حاليا. بجد بتدين شكل تحفه جدا 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 وعجبني قوي. تمام. حاليا بقى اوكي
هاجي عند الباقات دي. بصوا انا مشتريتش بتاعه البيبي لان انا حاسه بيخوفوا اكتر، فحاسه انا مش هشتريها حاليا. يعني في حاجات بتاعه بيبيز مثلا نقدر احنا ككبار نلبسها، دي ممكن ابقى اشتريها في المستقبل. انا اشتريت الباندل. انا بنصحكم، انا ما كانش معايا فلوس الباندل، انا كنت بشتري كل حاجه لوحدها. جيت بقى عند هي اخر واحده اللي هناك دي، رحت اشتريتها من الباندل عشان تبقى ارخص. لكن الباندل انت لو معاكي سعرها روحي اشتريها، لان هي خلاص لو اشتريتيها مش هتحتاجي حاجه تانية لها علاقه بالفاشنز. تقريبا هتبقى خطيره جدا لو معاكي سعرها وحاسه انت عايزاها اشتريها، انا بنصحك بيها وهي خطيره جدا وجميله قوي. اوكي، لكن انا اشتريت كل واحده فيهم لوحدها ما عدا اخر باقه اللي هي انا واقفه عندها دي. ليه ما اشتريتش هو مش كلهم الباندل؟ انا ما كانش عندي في الوقت الحالي بقى، في الوقت زي زمان سعر الباندل كامله، فعشان كده اشتريت كل واحده فيهم لوحدها. طيب يا جماعه، طبعا مش عارفه احنا بنجمع اي دبليو كوينز من السيكريتس اللي بتبقى موجوده عندنا في الموبايل هنا كده. دي لو جمعناها هنقدر ناخد اي دبليو كوينز، بس انا طبعا بزهق بسرعه في الحاجات دي، وغير كده انا كرياتور اكتر، ف يعني بحس انه انا يعني بحب ان اشتري حاجات كتيره. استغفر الله، مش تبذير يعني، بس بحب اشتري حاجات كتيره يعني واعمل فيها محتوى كده. فحاسه لو فضلت اعمل اسرار هجمع 1000 اي دبليو كوينز بتوع الروح، وانا يعني اخترنا راحتنا النفسيه، فعشان كده يعني انا برضو هختار راحتي النفسيه، ده اسهل بالنسبه لي. طيب انا حاسه رغيت معاكم كتير. المهم دلوقتي بقى نرجع هنا تاني. طيب هنا بقى طبعا قلت لكم ان الباقه دي بيرفكت قوي وانا اشتريتها، وبيجي معاها الاساس بتاعها قصير. بصوا دي كيوت قوي بس مش عاجباني. المهم دي بقى انا بتكلم هنا مش كميك اب، اللي بيتكلم عن الميك اب فدي مش احسن حاجه، بس دي فيها لبس كتير قوي، ايتمز كتيره قوي، اكسسوارز كتيره قوي، ولبس كمان لاطفال كتير قوي. هي بيرفكت بيرفكت بيرفكت، بس كان انتي تحطي ميك اب ليب جلاس وكده لا هي مش احسن حاجه. بصوا الحاجات كتيره قوي وحلوه، بس هي مش احسن حاجه كالميك اب، يعني كميك اب هي مش احسن حاجه. لكن كبقى ان هي بصوا اللبس بقى الحاجات دي من النوع ده هي خطيره. لكن لو انت بقى يعني عايزه شنط ولبس وكده دي هتعجبك وحاجات صيفيه وتحفه، لكن بقى كميك اب مش هتعجبك قوي. دلوقتي بقى نيجي على اللي بعده. اوكي خلينا اوكي دلوقتي بقى هنيجي عند الباقه دي. الباقه دي حلوه وفيها لبس كتير وفيها تسريحات، دي بيرفكت. لو انت مهتمه برضو بالحاجات اللي جواها هي بيرفكت قوي، وبنصحك ان انت تشتريها، ومن تجربه انا اشتريتها وتحفه قوي. تمام. وطبعا هي بتاعت السفر دي انا حاسه مش فاشن قوي، ما جاش معاها لبس اصلا، هي كانت بس كشنط فبس. يلا بينا على اللي بعده. جه دور البندل دي خطيره لان فيها اول حاجه الاوتفيت دي. انت لو شاريه بيت بابل جام كامل يعني دي هينقصولك من الفلوس لان انت اوريدي شاريه الحته دي حاجه حلوه قوي موجوده في البندلز. لكن لو بدل ما تشتري بقى بيت بابل جام اشتري من هنا البندل احسن. بصي اعملي اللي انت عايزاه. المهم انا البندل دي بصوا انا مش فاكره، انا اشتريت كل حاجه لوحدها ما عدا اللي هو العربيه دي رحت اشتريتها من هنا كانها كانت ارخص واحلى. لكن لو بقى كنصيحه دي فيها ازياء وفيها حاجات تحفه قوي. اما دي خطيره، دي لا بجد خطيره قوي 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 لان بيجي فيها 30 شخصيه، ودي ماي فيفورت تقريبا وخطيره قوي، فانا لازم دي تكون اول حاجه تشتريها. وباقه الشعر اللي هي بتاعه الشعر اللي ورا دي برضو بنصحك تشتريها لان هي خطيره جدا، بيجي معاها تسريحات شعر كتيره جدا، مش كتيره جدا بس بيجي معاها تسريحات شعر تحفه، فبنصحك برضو تشتريها من خبره. دلوقتي بقى جه وقت اللي هو دوت يعني اظن اي حد جمع 2 اي دبليو كوينز ده كان اول حاجه يشتريها، فلانها اول حاجه رخيصه، بيجي معاها عربيه، بيجي معاها ديكور، بيجي معاها بيتس، وبيجي معاها ايتمز ولبس وانيميشنز. بجد هي خطيره جدا وهي بيرفكت قوي، وكمان سعرها مناسب جدا، فبجد دي احلى حاجه ممكن تشتريها، فانا بنصحك برضو ان انت تشتريها. طبعا ده كله من خبره. اوكي وبس كده يا حلوين، اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، ولو بتحبوا انواع الفيديو دي ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك والاشتراك. وباي.